عملت معاكم قبل كده وصفات كتير لا حصر لها للكفتة. المرة دي مميزة جدا لأنها مش في الفرن ولا بتتشوي. هنسويها يا جماعة في الزبدة، حاجة كده من الآخر خطيرة وآخر طعامة لذيذة بطريقة مش قادرة أقول لكم. أنا مروة. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني لايك وشير للفيديو، وقوليلي من أي بلد انتي بتتابعيني. تعالي بينا نشوف هنعمل الكفتة التحفة دي ازاي. هنحضر شوية من الفلفل الألوان، أحمر على أخضر على أصفر، تمام كده، يعني مثلا فلفلاية من كل حاجة، وكمان كوباية من البقدونس، واتنين بصلة متوسطة أو بصلاية كبيرة. هنبدأ بقى نفرم الكلام الجامد ده كله مع بعضه في الكب. عايزينها تتفرم فرم ناعم، تمام كده. أنا حسيت إن الكبة مش عايزة تشتغل فاشتغلت بالهاند بلندر. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها وبعد كده نصفيها. لازم نصفيها من المية بتاعتها لان الخضار بينزل مية كتير جدا، ولو عملناها كده هتفك جدا مننا ومش هتكون حلوة خالص. نص كيلو بقى من اللحم المفرومة وننزل بيها بالطريقة دي على الخضار بتاعنا، تمام كده. بعد ما نصفيه طبعا على قد ما نقدر. معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، رشة من الفلفل الاسود تقريبا نص معلقة صغيرة، وزيهم كمان من بهارات اللحمة، ومعلقتين كبار مليانين من البقسماط المطحون، وهو ده اللي هيلف معانا وهيربط الكفته بتاعتنا. وطبعا معلقه صغيره من الملح. هنبدا ان احنا نصبعها بالطريقه اللي انت عايزاها، شكليها زي ما انت عايزه. انا حبيت اعملها شكل بيضاوي عشان تستوي معايا بسهوله، لان زي ما قلت لكم هسويها على البوتاجاز مش في الفرن، فلازم اتاكد من السوا بتاعها. لو حابه تعمليها صوابع وتدخليها الفرن مفيش اي مشكله خالص، بس الميزه في دي ان انت بتسويها على البوتاجاز. وحلوه قوي ان انت بتسويها كده بالزبده، طعمها بيكون مميز ومختلف. قطعتين 3 كده من الزبدة. أول ما يبدأوا إنهم يسخنوا معانا كويس بنزل بقطع الكفتة بتاعتي. طبعا سبتها في التلاجة مش أقل من ربع ساعة في الأول، يا دوب بتاخد وش في الناحية التانية ببتدي أقلبها، ما تحركيهاش خالص قبل ما تاخد اللون. تمام كده. خطيرة يا جماعة وريحتها حلوة قوي وطعمها فعلا مختلف. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. النص كيلو رمى معانا كمية حلوة جدا، تقدري تفرزيها زي ما هي كده على فكرة على التحمير، يعني تطلعيها على التحمير. سهلة وبسيطة جدا. والوصفة دي كمان عملتها معاكم قبل كده، وعملتها بالفيجيتار، يعني عملتها بيض وبقسماط وفيجيتار وقليتها. بتكون تحفة بجد تجنن، لازم برضو تجربوها. ظبطت بقى التظابيط بتاعت الأكلة الحلوة دي، السلطة الخضراء الخطيرة، وحطيت كمان شوية من الليمون كده عليها عشان تديها مزازة حلوة. وسلطة الطحينة التحفة، بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها هي الاكلة دي. انا حبيت ان انا اكلها بالعيش البلدي لانها بتكون لطيفة جدا. قلبته بالشكل ده، عيش بلدي بقى او عيش ابيض، بس ما كانش متوفر عندي للاسف عيش بلدي فاستخدمت العيش الابيض. حطيت كمان عودين من الجرجير، وهبتدي بقى احط شوية من الطحينة التحفة دي. قوام الطحينة خطير، عملتها معاكم قبل كده كتير. وكمان شوية من السلطة الخضراء، وهتاكلي احلى ساندوتش في الدنيا، سهل وبسيط وسريع، وباذن الله تعجبك جدا. لو الفيديو عجبك لايك وشير ليه. قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني وايه رايك في وصفاتنا، ومنتظر رايكم ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.